بسم الله الرحمن الرحيم. حالة الحراس الحمد لله يعني بنمشي خطوات كويسة وسريعة. عندنا 4 حراس مرمى مميزين طبعا، كرم واحمد ساقة واحمد عيد ومحمود يوسف واحمد محسن. ال4 ما شاء الله شغالين كويس وبينافسوا على اساس ان احنا نبدأ الموسم ان شاء الله بيهم، يعني يكونوا معانا ويساعدونا ان شاء الله على الهدف اللي احنا بنشتغل من اجله. يعني ما شفناش حراس مرمى جدد ضافوا على نادي المريخ غير محمود يوسف، بالرغم من حراس مرمى كتير توافدوا على نادي المريخ خلال فترة الاختبارات وما قبل غلق قائمة الفريق. نعرف من حضرتك يعني اختيارك للعناصر ويعني تركيزك على احمد عيد وكرم واضافتك لمحمود يوسف الناشئ الصاعد من نادي اتحاد الشرطة. بالنسبة للحراس الجدد الوافدين اللي هم اختبروا معانا، احنا بنشوف احتياجاتنا بالنسبة لنادي المريخ المتاح عندنا واللي احنا محتاجينه. لو اللي موجود اللي جاي افضل من اللي موجود، احنا ما بنترددش لحظة ان احنا ناخده. لكن ما شاء الله عندنا نادي المريخ عنده حراس كويسة جدا وبتطورهم بصورة كبيرة جدا. ويمكن انت شفت الفترة السابقة يعني ماشيين بصورة كويسة جدا جدا، يعني انا ما كنتش اتوقعها. لكن هم ناس عاوزة تشتغل وعاوزة تتقدم ولهم طموح برضه، سواء كان كرم او احمد عيد او احمد محسن. لكن بالنسبة اللي اتعرض علينا كان محمود يوسف، لان محمود يوسف طبعا حارس مرمى صاعد وصغير السن و22 سنة. كل الحاجات دي كانت العوامل كلها كانت لصالحه، علاوة على ان احنا بنبص لقدام، يعني مش ما بنبصش تحت رجلنا، بنبص لقدام. في كرم طبعا ربنا يديله الصحة وحارس جيد، لكن انت عارف برضه وهو واحمد عيد ناس عندهم خبرة وناس كبيرة وبتاع، فاحنا بنحط يعني بنعمل تواصل للاجيال. فربنا ييسر ويوفقنا في الهدف اللي احنا بنعمله. شكرا.